السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بقى على أصوله كده. الفطير اللي هو بالسمنة البلدي، طري وجميل ومورق زي ما احنا شايفين، وتحفة جدا جدا. أنا بنصحكم أي حاجة تقدروا تعملوها في البيت اعملوها، ما تشتروهاش من بره. هنبدأ مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا كيلو من الدقيق. الدقيق ده انا نخلاه كويس عشان يدي ايه هشاشة كده للعجينة. يعني انت ايه عايزة تضعفي الكمية ضعفيها، مش عايزة انا هنا هعمل كيلو دقيق. تمام تمام. اول حاجة كيلو دقيق انا هحط عليه 3 معالق كبار من السكر. تمام. تقدري تضعفي الكمية، لو ضعفتي الكمية تزودي السكر. انا هحط على كيلو دقيق هنزل بالمقادير الجافه الاول. هنزل بثلاث معالق من السكر ورشه ملح، وغير كده مفيش اي حاجه عشان تبقوا عارفين. هقلب طبعا المقادير الجافه دي كده كلها مع بعضها زي ما احنا شايفين، وابتدي بقى ان انا اجيب، علشان احنا طبعا الجو اليومين دول ساقعه، فانا عجنت بميه دافيه. حابه تعجني بميه من الحنفيه مفيش اي مشكله، انت وراحتك، دي تنفع ودي تنفع. انا حطيت اهو كوبايه ميه جنبي. طبعا انا مدفيه ميه، فهشوف على حسب استخدام الدقيق بتاعك هياخد منك قد ايه. تمام. اهي اول كوبايه خدها مني دقيق. برضو حطيت كوبايه ميه تانية اهو زي ما احنا شايفين قدامكم، وبرضو بعجن فيها. طبعا الدقيق دوت على حسب ما ياخد منك ميه، كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. تمام تمام. فانا مش بقولك ميه محدده، على حسب ما الدقيق ياخد في ايدك اعجني. هنا خد مني كوبايتين ونص من الميه وعجنته. لازم اعجنه لغايه لما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا العجينه عامله ازاي، وبصوا فيها مطه كده. طبعا انا مش بخليها يابسه قوي، تمام، ومش بخليها طريه قوي. العجينه تبقى فيها مطه كده. خلاص كده. طبعا انا مش هسيبه يخمر، بس هسيبه ايه بعد ما اعمل كل العجينه اللي هي خدت مني كوبايتين ونص ميه، وانت الدقيق بتاعك على حسب استهلاك الميه بتاعتك. هسيبه بقى، هغطي عليه واسيبه يرتاح عشان اعرف اشتغل بيه. اوعي تشتغلي بيه على طول، انا هسيبه يرتاح ساعه. تمام تمام. بصوا هنا كانت العجينه بتاعتي ارتاحت. طبعا مش هتخمر لان احنا مش حاطين فيها خميره. تمام. هنزل بقى بيها على الرخامه. الرخامه بتاعتي دي طبعا انا هدهنها زيت قدامكم اهو زي ما احنا شايفين. لازم تدهنيها زيت عشان العجين ما يلزقش في الرخامه بتاعتك. تمام تمام. هديها بوكسين كده على الرخامه صغيرين، ما تعجنيش فيها كتير. تمام. وبعدين تروحي جايه بقى ايه بعد ما دهنتي الرخامه زيت، طبعا ايدك مدهونه زيت بسيط. بصوا العجينه فيها مطه ازاي. ابتدي بقى اقطع العجين بتاعي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا هنا هقطع يعني الفطيره 4 كرات. هو ان شاء الله كيلو دقيق هيعمل معاكم كميه كويسه. تمام. وانت بقى على حسب ما انت عاوزه تضاعفي كميتك. هنا ان شاء الله انا بقطع قدامكم اهو عشان تبقوا شايفين كل حاجه، وشايفين طبعا العجين. انا العجين بيمط معايا ازاي، ولا يابس ولا طري، زي ما احنا عارفين. انا وريتكم كل حاجه اهو. هقطع قدامكم كام حته زي ما انتم شايفين اهو عشان تبقوا شايفين. انا هكمل الكميه. بصوا بسم الله ما شاء الله. يعني هي في 2 عملوا معايا 5، وفي 2 عملوا معايا 6، والباقي عمل معايا 5. انا هقطع زي ما قلت لكم الفطيره 5 كرات مش 4، انا اسفه. تمام تمام. هنا معايا بقى دي كوبايه سمنه كبيره كده بلدي. عندك سمنه عاديه اشتغلي بيها، ما توقفيش نفسك على حاجه. طبعا الكوبايه السمنه دي انا عاملاها اخدتها وسيحتها. بس طبعا انتوا عارفين ان انا يعني لو احتجت سمنه تاني اكيد هحتاج سمنه تاني، فانا ايه هسيح سمنه تاني. تمام. السمنه دي مش بمقدار، يعني ممكن تاخد معاكي كوبايه، كوبايه وربع، كوبايه ومعلقتين، كوبايه ونص. تمام. انا هنا شلت العجين عشان اعرف اشتغل وغطيته. تمام زي ما احنا شايفين. وهبتدي بقى ان انا اخد اول واحده اشتغلت فيها من اول واحده عشان تبقى ارتاحت معايا، وهبتدي ان انا ابدا افردها على الرخامه كده. اخد من السمنه بتاعتي واحط عليها وافردها. اخد من السمنه بتاعتي واحط عليها وافردها. ليه بقى؟ انا عايزه اشوف الرخامه بتاعتي في الفرد بتاعي. اهم حاجه لو اتقطعت منك مفيش اي مشكله. ليه بقى؟ علشان احنا عايزينها شفافه خالص. كل لما تبقى شفافه منك خالص حتى لو اتقطعت مفيش اي مشكله. كل لما هي هتبقى مورقه من جوه ومش مكتومه وهشه وجميله. بصوا احط سمنه وافرد، احط سمنه وافرد زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بصوا اللي قطع ده مفيش اي مشكله، ده كله هيتدارى وكله من جوه. طبعا ما توقفيش نفسك على اي حاجه، اشتغلي وكل حاجه تطلع منك مظبوطه. سمي الله واشتغلي. تمام. جبت الصينيه بتاعتي ونزلت فيها بايه باول طبقه. تمام. هاخد من السمنه
هوريكم كام واحده كده وانا بعملهم عشان تبقوا عارفين بنفس الطريقه. وهبتدي ان انا افردها. بصوا حطيت سمنه وابتدي افرد واحط سمنه، افرد واحط سمنه. طبعا احنا عارفين ان احنا لازم نشوف الرخامه. بصوا بخليها رقيقه جدا، بخليها رقيقه جدا. ليه؟ كل لما بتبقى رقيقه وشفافه كل لما بتديكي من جوه تبقى مورقه جدا. بصوا يا جماعه، بصوا انا بعمل ايه. هو ده الفطير كده، لازم الفطير مشلتت يبقى كده ومن جوه يبقى هاش وطري. بصوا انتوا بتعملوا الحاجه في البيت مضمونه وعارفين السمنه كويسه وعارفين كل حاجه مصدرها ايه. اوعوا يعني الحاجه اللي تقدروا تشتروها تعملوها في البيت، ما تشتروهاش من بره، اعملوها. اوعوا تشتروها من بره. بره كل حاجه دلوقتي بسبب الغلا اللي احنا فيه التجار بقوا بيغشوا، ما بقاش فيه اي حاجه مضمونه. اعملوا كده عشان صحتكم وصحه ولادكم. بصوا انا هنا عملت طبقتين وادي التالتة. انا هعمل قدامكم كده كام واحده لغايه ايه، انا بوريكم الفكره يعني. بصوا باخد من السمنه واحط على الفطير. السمنه بتسهل معايا الفرد. وبصوا كل لما افرد بصوا لازم اشوف الرخامه فيها اتقطعت، مفيش مشكله خالص. ما توقفيش نفسك على اي حاجه. انا هنا بقى ايه، هكمل بقيه الطبقات بتاعتي فرد وهرجع اوريكم عملت ايه. بصوا انا هنا عملت ايه، الخمس طبقات بتوعي. تمام. هبتدي بعد ما احطهم على بعض اقفلهم كده على بعض زي ما احنا شايفين في الصينيه واقلبهم واسيبهم بقى. هخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه وارجع لكم. بصوا هركنها. تمام. انا هنا كنت خلصت كميه الفطير اللي معايا كله بنفس الطريقه، فردته وعملته كله بنفس الطريقه. طبعا ان انا هبتدي اخد اول واحده هي اللي هشتغل فيها. كل حاجه بتقطعيها بتاخدي اول واحده تشتغلي فيها. هاخد بالترتيب، لازم تبقى عينيكي عارفه انت عملتي ايه. تاخدي من اول واحده. ليه من اول واحده؟ علشان تبقى الحاجه مرتاحه معاكي وانت بتفرديها ما تلمش منك تاني. بصوا انا جبت الصينيه وحطيت فيها السمنه وهنزل كمان بنقطه سمنه على الوش كده بمعلقه سمنه. انا طبعا بعد ما فردت الكميه دي كلها يا جماعه احتجت ايه، نص كوبايه سمنه تاني. اوعي تحطي زيت، الزيت هينشفه منك. تمام. بصوا وانا بفرد الفطير من جوه عامل هوا، عامل يعني ايه، عامل هوا كده. والله العظيم كان يعني عايزه اقول لكم طلع حاجه يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا هنا مسخنه الفرن كويس جدا جدا جدا. بصوا عشان مرتاحه فردت معايا بسهوله. هدخله بقى الفرن. بصوا بعد ما دخلته الفرن اول ما بيطلع من الفرن لازم تعملي الخطوه دي. بخاخ بقى مخصوص بتاع المطبخ ورشي عليها وطبعا تغطيها على طول. ليه؟ عشان ما تنشفش منك وتفضل طريه لغايه اخر حته في الفطيره. بصوا انا هنا بقى كنت خلصت الكميه بتاعتي كلها. بصوا بسم الله ما شاء الله، ريحه تحفه جدا جدا جدا، طري جدا جدا وهاش ومورق وحاجه نظيفه يعني. كان طعمه رائع وريحته قلبت البيت كله. بصوا الطري ازاي. بصوا، بصوا يا جماعه. وعمل لي كميه كويسه وما شاء الله يعني. وما خدش مني اي وقت على فكره. وما فيش اي حاجه. دقيق، كيلو دقيق عليه 3 معالق سكر، عليه رشه ملح. هتضعفي الدقيق هتضعفي السكر وزودي رشه الملح. اكتر من كده مفيش. ميه دافيه للعجن واعجني. مره تانية ان شاء الله هبقى اعمل لكم بطريقه تانية عشان ابقى اوريكم كذا طريقه. بصوا بقى هنا انا عايزه اوريكم الفطيره من جوه عامله ازاي. بصوا والله والله ما شاء الله الله اكبر يعني. طلعت مورقه وهشه طريه جدا 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 يعني مش قادره اقول لكم. بصوا، بصوا من جوه. انا حبيت بقى ان انا اقطعها كده واوريها لكم عشان يبقى كل حاجه قدامكم. بصوا، بصوا توريقها عامل ازاي. ليه بقى توريقها كده؟ علشان انا خليتها شفافه خالص تشوفي الرخامه فيها. حتى لو اتقطعت، فين القطع؟ مفيش اي حاجه باينه ولا اي حاجه. بصوا الطبقات بتاعتي مورقه وجميله ازاي. وكانت ريحته جميله وطري. وما تحطلوش زيت، سمنه بس عشان يطلع منك طري. بصوا بقى طبعا انتوا عارفين ان الفطير انا بقى كان عندي مرته بقى طلعها من السمنه البلدي وعسل وطحينه. الفطير ما بيحلاش غير بالسمنه البلدي بالمرته. او ممكن تحطي جبنه قديمه مفيش مشكله، ولا عسل والطحينه. وكانت اكله مش قادره اقول لكم صحيه ونضيفه وعارفين مصدرها. وكان طعمها تحفه وقلب البيت كله يعني حاجه كده بتفكرنا بالزمن الجميل الفطير المشلتت ده. والمرته بقى طعمها تحفه اللي مطلعاها من السمنه البلدي. هبقى طبعا اوريها لكم مره وانا بعمل لكم السمنه والعسل والطحينه. وكانت اكله بالف هنا وشفا. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم وكون دايما عند حسن ظنكم. لو وصلتوا بقى لغايه هنا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. وربنا يحسن ما بين ايديكم.